المواطن اليمني سلام ربي عليه لما يموت وهو مبتسم، أغلب اليمنيين ذا الحين يموت وهو مبتسم، وقالوا الله قدو يعني سارح إلى الجنة. مات وهو مبتسم بصورة رضية. أنتم عشان أنتم عارفين ما هو السر. هو قدو فارح أنه يموت يرتاح من هذه الدنيا من الهم والغم، لأنه ما خلق على وجه الأرض هذا المواطن اليمني خاصة لا يدفع ماء وكهرباء وإيجار. المهم هم وغم يعني. زي ما قال نزار قباني: أبات مهموم واصبح مستعد للهم، أضحك مع الناس كاتم لوعتي. يعني أكيد نزار قباني هو كان وأنا ساكن في اليمن مستأجر، لذلك المواطن اليمني قد مشاعره مثل الخبز اليابس قد بتتكسر. أي محاولة لطف ولا عطف يحس إن قد خلاص قصة حب. يعني عندنا جفاف عاطفي من جميع النواحي، هم بالليل وسهر بالليل ونكد بالنهار. المهم ويقول لك ليش عاد بيمت وهو مبتسم. يا عم مبتسم لان قدوم مودع الدنيا مرتاح مفتهن. يوصل عند قوله تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يعني القبر ما هو الا مرقد، احنا ساهرين في الدنيا عن نوصل القبر نرقد، نطنطن ابوها نومه الى يوم يبعثوا، الى يوم يبعثوا. مفتهني مبتسمين ان احنا مودع الا الدنيا، مشهور ان احنا مبتسمين فارحين يعني ولا زاعلين. مرتاحين ان احنا عن نموت، نرتاح نصير عند ارحم الراحمين. لان انا خلاص اليمن غير صالحه للعيش الادمي، امانه غير صالحه للعيش الادمي. لا عدوان من الداخل، عدوان من الخارج، عدوان من الشمال، عدوان من اليمين. يعني خلاص حياتنا أصبحت لا تطاق. لذلك نبتسم عندما نموت. ابتسم وكيف وارتاح، أنت عسير حياة هادئة هنية، ساهر ترقد إلى يوم يبعثوا.